السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتفضلوا معانا النايت الجميل، النايت التحفة. النايت يعتبر اتنين بواحدة من اللي برا. أيوة، اتنين بواحدة من اللي برا. مفيش نايت تعمليه بيضة واحدة بس ويطلع بالحجم الجامبو ده، الحجم الجميل، يعني أحلى من اللي برا وأوفر من اللي برا. والشكل والطعم زي ما بيتوصفش، يعني هو شكله بيحكي عن نفسه. انا مش هحكم عليه، انتوا تجربوه. شايفين؟ ببيضة واحدة بس، كل مكوناتنا دي ببيضة واحدة بس، يعني 8 قطع نايتي ببيضة واحدة بس، ودقيق ولبن وبس. يلا كده نسمي ونصلي على الرسول. هنبتدي. معانا كوباية إلا ربع من السكر، المج العادي بتاع الشاي بتاعنا، وعليه بيضة واحدة بس وباكو فانيليا ومعلقة خل. هنضرب كل المكونات بتاعنا أو الخليط بتاعنا، وبعد كده هنخلي لحد اللون ما بتاعنا يفتح. يا جماعة، يعني لا، يعني يفضل لون السكر يكون أبيض زي كده. يعني لو سكر غامق أو السكر بتاعك بني، يا ريت يكون أبيض علشان يفتح معاكي ويديكي نفس اللون بتاع النايت اللي بره. فانيليا وسكر ومعلقة خل، ونضرب كل المكونات بتاعتنا دي بس. وهنستخدم مج واحد بس، وهو مج الشاي العادي بتاعنا، مش اكتر من كده. عليه كوباية الا ربع من اللبن، عليه نص كوباية زيت، مش كوباية الا ربع، نص كوباية زيت بس فقط. هنضرب كل المكونات لحد ما اللون بتاعي يفتح، ولحد السكر ما بتاعي يدوب. مش هيدوب بالسكر والبيض، لا، هيدوب لما مجرد تحطي فيه كل المكونات لحد ما تحطي فيه تحطي فيه الدقيق. نضرب فيه كده لمدة 10 دقايق كده لحد ما نحس ان السكر داب والخليط بتاعنا ابتدى يدوب. انا بستخدم المضرب اليدوي بتاعي، يعني مش خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة، السلك اليدوي بتاعنا العادي جدا. نضرب فيه كده شوية من الوقت بتاعنا، ونستنى عليه شوية لحد ما يفتح. وبعد كده ننزل عليه بكوباية من اللبن وكوباية نص كوباية من الزيت بس. كنت أنا معلش، أنا اللي اتحذفت مني غصب عني، اللي هي كوباية اللبن ونص كوباية الزيت، ضربتهم مع بعض ونزلت عليهم بكوبايتين من الدقيق بس. كوبايتين من الدقيق عليهم معلقة واحدة شيف كيك أو بيكنج باودر ورشة الملح بس، ونقلب كل المكونات دي. والكوبايتين يا جماعة مش هيكونوا يعني مليانين، لا، هيكونوا ممسوحين. يفضل يعني يكونوا ممسوحين، لأن احنا استخدمنا كوباية من اللبن على نص كوباية من الزيت، فهيكون المجين بتاعنا أو اتنين الدقيق بتاعنا هيكونوا ممسوحين. أو كوباية إلا ربع، أو كوباية تشيلي منها معلقتين بس كده. ادي الخليط بتاعي خلصته، وكده بمزج فيه شوية كده. خلص خلاص كده. هروح اجيب الصينية بتاعتي، بس قبل ما اجيب الصينية بتاعتي هاخد من الخليط بتاعي دول معلقتين. ليه معلقتين؟ استني عليا واصبري عليا شوية وشوفي احنا هنعمل الشكل اللي كان شفتيه في البداية، هيبقى هو الشكل ده. هشيل مني معلقتين من الخليط الابيض بتاعنا، وبعد كده بس كده انا هحسهم قليلين، لكن هجيب تاني. لا كده هحط نص معلقة تاني. خلاص كده هسيب كده الخليط بتاعي، وتعالوا نشوفوا. هنصب الصينية بتاعتنا. هجيب صينية مربعة، وبعد كده هحط فيها ورق. عندك ورق زبدة حطي، انا عندي ورقة كده عادية كانت بيضة حطيتها. ما تقولوش انها هيظهر الكتاب ولا حاجة، ولا هتظهر ولا اي حاجة. وحطيت ورقة ودهنتها، وبعد ما دهنتها حطيت الورقة بتاعتي وحطيت عليها الخليط بتاعي. بس كده يا جماعة، ولا اكتر ولا اقل من كده. طيب، الخليط بتاعي هصب على الورقة، او هصبه في الصينية بتاعتي اللي دهناها بالزيت، ونوزع الخليط بتاعي كويس. وبعد ما نوزع الخليط نروح نحط آه المكونات بتاعتنا اللي هي الباقية.
لو معايا لحد دلوقتي وما دوستيش لايك وشير للقناة، يا ريت تدوسي لايك وشير للقناة وكومنت حلو جميل زيكي. شكرا ليكم، شكرا لتعليقاتكم، شكرا لمتابعتكم. حطيت الخليط، هوزع الخليط كله. هذا الخليط بتاعي وزعته كله كده، هوزعه في الصينية بتاعتي بحيث ان هو يكون متساوي. وبعد كده هروح اشوف باقي المعلقتين اللي خدتهم من الخليط، هحط فيهم ايه؟ هحط فيهم معلقة كاكاو، اللي هو ايه الكاكاو بتاعنا، الكاكاو السادة، او آه الكاكاو الاسباني الحلو اللي هو بيبقى لونه اغمق، بيبقى لونه غامق داكن يعني. حطيت معلقة كاكاو كده مليانة هرمية، وبعد كده حطيت عليهم معلقتين من اللبن لحد ما دابوا في الخليط بتاعي، اللي هو المعلقتين ونص اللي حطيتهم من خليط النايتي بتاعي. اهو يا جماعة، حطيت اللي هو ايه معلقتين ونص من اللي هي الكيكة او النايتي بتاعتي، حطيت عليها معلقة هرمية من الكاكاو السادة بتاعي. هنزل عليهم بمعلقتين من اللبن. هندوب كل الخليط ده، وهتجيبي كيس حلواني، كيس تلاجة عادي عنديكي، مش شرط يعني اي حاجة، المهم اي كيس. هحط الخليط بتاعي ده في الكيس، وهفتح الكيس فتحة بسيطة خالص، وهروح ازين اللي هي ايه النايتي بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليها بخطوط طولية، زي ما انت تحبي، عرضي طولي، المهم الشكل في الاخر يطلع معاكي حلو مظبوط. هنزل عليها كلها كده، وبعد كده هجيب خلة او عودة كبريت نظيفة عادي، مفيش اي مشكلة. نجيب الخلة او عودة الكبريت وننزل عليها، نعمل الشكل اللي هو الجميل التحفة اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ننزل عليها كده، هي سهلة خالص مش صعبة. ننزل عليها كده بالشكل بتاعنا، وننزل عليها بالطول لحد ما نخلص، وبعد كده نرجع في نفس الاتجاه، بس يعني باتجاه عكسي. بس كده نخلص، ونكون طبعا ايه الفرن بتاعتنا مسخنينها، يعني عودة كبريت عندي يعني مش خلة، او زي ما انتوا شايفين. هنزل عليها كلها كده لحد ما الخليط بتاعي يبقى بالشكل الجميل اللي الناس كلها متعودة عليه، او الناس يعني ايه حابة الشكل ده. بس كده ولعنا الفرن وخليناها على درجة حرارة عالية. نحط الخليط بتاعنا او النايتي بتاعنا او الكيكة بتاعتنا، ونرجع نشوفها بعد ما تستوي. كنت عاملة كوباية كراميل، مع طبعا ما فيش مربى عندي، قلت لا لازم اتصرف، جبت كوباية الا ربع من السكر، كرملتها، وبعد ما كرملتها حطيت لها لبن ونشا، ودوبتهم في بعض وخليتهم يتكرملوا. وادي منظر النايت بتاعي بعد ما استوى. هطلعه واستنى عليه لحد ما يبرد، وبعد كده هنروح نزين النايت بتاعي كده. هقسم الصينية بتاعتي. انا ما استهاش ولا ظبطتها، بس كده تقديرا كده يعني بالنظر هقسمها. وبعد ما هقسمها هروح اجيب الكراميل اللي انا عاملاه زي المربى. لو عندك مربى حطي، ما عندكيش انا عملت الكراميل مكان المربى، وطلع تحفة وطعمه جميل جدا جدا. هدهن كل النص بتاعي الجميل التحفة ده، هدهنه كويس علشان يشرب كراميل، او يبقى النص النايت بتاعي واضح ان هو محشي زي اللي بره بالظبط. كده خلصنا النايت بتاعي او نص النايت، حشيته كده بالكراميل بتاعي. اروح احط النص التاني عليه ونقطعه، ونقطع النايت بتاعي زي اللي بره بالظبط، وهيبقى جميل وتحفة لو عملتيه في بيتك ومن ايدك يا ست الكل. ادي النايتي شكله جميل، شايفين؟ ظبطيه على قد ما تقدري. ظبطناها، هنروح نقسمها. شوف هقسمها ازاي، فقلت لا انا اقسمها بالطول وبعد كده اقسمها بالعرض علشان
بس ملحوظة، سيبي النايتي بتاعك يبرد خالص، علشان لو طلعتيه وهو سخن ممكن وانت بتقلبيه الوش بتاعه يبوظ. فحاولي على قد ما تقدري ان النايتي بتاعك او الكيكة بتاعتك تبرد خالص. بس كده خلصنا. يعني طلع من البيضة واحدة طلعت كام قطعة نايتي؟ 8 قطع من النايتي بتاعنا الجميل السهل البسيط اللي تعمليه في غمضة عين فعلا. ادي النايتي، وادي شكله بيتكلم عن نفسه. انا صراحة يعني مش هبالغ، لكن هو واضح قدامكم بيتكلم عن نفسه. صراحة النايتي جميل وتحفة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير للقناة وكومنت حلو جميل زيكم. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.